مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قام فخامة الرئيس السياسي الأفورقي بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، وشارك في القمة السعودية الأفريقية التي انعقدت في مدينة الرياض. لإلقاء مزيد من الضوء على هذه المشاركة واللقاءات التي أجراها فخامته في المملكة العربية السعودية، نستضيف فخامة الرئيس السياسي الأفورقي. أهلا بك فخامة الرئيس. شاركت في القمة السعودية الأفريقية التي انعقدت في مدينة الرياض. ما هي أهمية هذه القمة وفي خلق آليات للتعاون والشراكة بين المملكة العربية السعودية والقارة الأفريقية؟ أولا نتكلم عن القمة، يعني لازم يكون في إطار والوضع الدولي مثلا، والظروف الإقليمية، وقيمة هذا الاجتماع مع هذه الظروف. زمانا نقدر نقول أهميتها خاصة أو أهميتها تختلف عن القمم الأخرى. بعدين المضمون حتى كيف يمكن نتحدث عن الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا والسعودية. قمم وقمم 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 في السنة اللي فاتت أو في الظرف اللي نحن فيه الآن، أصبحت ضرورة شراكة أو خلق شراكة بين دول وبين دول، وهذا من أهميتها تأتي بين التكامل والشراكة في التكامل بين أفريقيا والمملكة. يعني أنا أقول الدعوة كانت موفقة لأنه في وقتها، لكن أهم من الزمن والوقت اللي نحن نمر به دوليا وإقليميا أهمية التكامل. ما معنى التكامل تقريبا؟ ما هي الشراكة؟ وفياته مجالات، فياته قطاعات، فياته صناعات، حيكون في تكامل. هنا ناخذ الحالة الموضوعية في المملكة من جانب، والحالة الموضوعية اللي في افريقيا مثلا. الحالة الموضوعية في المملكة عندها موارد، هذه لا تحتاج الى جدل، لا تحتاج الى شرح. هذه الموارد تحتاج ان تكون في هناك فرص لها حتى تفيد اقتصاديات هنا وهناك، وتكون عندها دور في التحولات الإقليمية والتحولات الدولية. معناها المملكة تتميز بقدرات وإمكانيات، والفرص أمام هذه الإمكانيات خيالية. نأتي إلى أفريقيا. أفريقيا كقارة، أفريقيا كقارة تعيش في أزمات. يعني الحديث عن موارد افريقيا و60% موارد العالم موجود في القارة، معادن، مياه، طبيعة، كثير من أهم من كل ذلك 1200 مليون نسمة، معناه 1.2 مليار شعب موجود. والانفجار السكاني في افريقيا هو تحدي من جانب، لكن من جانب فرصة لأفريقيا. لكن بالحالة اللي موجودة والاضطرابات والأزمات وعدم الاستقرار اللي موجود في أفريقيا، التنمية لا يمكن أن تأتي إلا بعد الاستقرار، بعد تغيير هذه الآية. حتى الاستفادة من الموارد في أفريقيا هي يعني تحدي كبير جدا. بالحالة اللي نحن موجودين فيها في أفريقيا، الفساد والأنظمة اللي موجودة والنهب والتدخل الخارجي اللي موجود حالة مزرية. إن قارنا هذه الحالتين في نهاية المطاف التكامل يكون عنده معنى. المملكة تساهم في تغيير هذا الواقع اللي في إفريقيا، ويكون عندها فرص كبيرة لوضع الإمكانيات هنا في مشاريع بعينها، مثلا مشاريع زراعية، مشاريع الطاقة، مشاريع التعليم وغيرها من مشاريع استثمار. هذه الإمكانيات في المملكة تحتاج إلى أرضية. استثمار فرص وإمكانيات المملكة في القارة اللي فيها 1.2 مليار شعب، واللي حيزداد العدد. تمكين القارة الأفريقية ودول الأفريقية وشعوب أفريقيا حتى تستفيد من مواردها، مش تستفيد مواردها مجرد تحرير من العبودية اللي موجودة، بل إنما تهيئ المناخ لأجيال قادمة.
عشان كده أنا أقول يعني الشراكة والتكامل في الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وأفريقيا لها نكهة خاصة، لكن مسألة تحتاج إلى أن يكون هناك استراتيجية واضحة لهذه العملية، الأهداف تكون بشكل واضح مطروحة أمام كل الناس، ثم تكون عندك استراتيجية، والاستراتيجية لوحدها غير كافية. نعم. ما بعد الاستراتيجية يجب أن تكون عندك خطط في كل القطاعات وكل الميادين اللي تكون موجودة. أنا أقول دون الدخول في التفاصيل، هذه بداية هي. هل حتستمر الأمور؟ هل فعلا حيكون في تكامل وعمل مشترك لبناء شراكة استراتيجية بين أفريقيا؟ هذا طبعا مرهون بالخطوات القادمة. الخطوات القادمة تحتاج إلى مزيد من القمم، مزيد من الاجتماعات، مزيد من التشاور والاستفادة من خبرات موجودة داخل أفريقيا في المملكة وخارج منها. أنا أقول أهميتها هي ضمانا ومضمونا لها أهمية خاصة، ومن هذا المنطلق تعبئة الرأي العام، تعبئة كل القدرات المؤسسية لدول ذات سيادة في أفريقيا وهنا في المملكة أيضا تحتاج الأمور إلى أن تكون في آليات ومقاربة مع منهجية معروفة، ويكون فيها شفافية، ويكون فيها جوانب يعني تأخذ في الاعتبار النتائج العملية، مش مجرد إعلانات ولا فمن هذا المنطلق أنا أقول قضية يعني جات في وقتها، أضافت إلى كثير من القيم كان موجودة في الخطط التنموية في إفريقيا، لكن الآن يعني مع المساهمات للمملكة، هذه المساهمات تحتاج إلى خطط ووضوح في التعامل، ويجب أن تستمر التشاور والمشاورات بين المملكة وكل القارة، لكن القارة أيضا تكون عندها أقاليم أو مناطق بعينها، شمال، شرق، جنوب، غرب، تحتاج إلى يكون المكونات اللي موجودة صادق، إيكوواس وغيرها من المنظمات الإقليمية داخل القارة تتعامل مع ظروفها كيف وتستفيد من هذه الشراكة بين المملكة وأفريقيا. أنا أقول عملية معقدة جدا، صعبة جدا، وتحتاج إلى أن تكون في هناك آلية بمستوى التحدي اللي حيكون موجود في المستقبل. فخامة الرئيس، إذا رجعنا للعلاقات الإريترية والسعودية، كانت هناك لقاءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من الوزراء السعوديين. ما الذي تم تناوله في هذه اللقاءات، وأهمية هذه اللقاءات في الدفع بالعلاقات الإريترية السعودية وتفعيل البرامج أو برامج التعاون والشراكة بين البلدين؟ أيضا نجي نتكلم عن فرص وإمكانيات، ما هي قضية أو علاقة أو شراكة ثنائية بين المملكة وإريتريا. هذه تنظر إليها في إطار أوسع. إذا في مساهمات للمملكة في مشاريع تنموية على مستوى القارة بشكل متميز، نقول في علاقة طبيعية وعلاقة موضوعية بين المملكة والمنطقة، ونحن في إطار المنطقة. نحن عندنا مفهوم استراتيجي في هذا الموضوع، ما اليوم جاي مع القمة، لكن إريتريا والمملكة عندهم شراكة في إطار جغرافيا نحن نسميها حي. هذا الحي يضم حوض النيل أو زي ما يسموه نيل بيزن، القرن الأفريقي، البحر الأحمر والخليج، 4 مكونات. أي تعاون أو شراكة بين دول في هذا الجغرافيا أو هذا الحي تأخذ كثير من الاعتبارات. في إطار هذا المفهوم ويكون في تعاون شراكة بين المملكة وإريتريا، ودائما دوما نحن نتكلم في هذا الموضوع. علاقتنا الثنائية ينظر إليها في إطار أوسع، وهذا الحي يجب أن يستقر
هل حي مستقر؟ هل في استقرار في الحي؟ حتى نتكلم عن التنمية، البنية التحتية، التعدين، الطاقة، مياه، سياحة، خدمات أساسية، صناعات، كثير من الأمور مطروحة على الطاولة، لكن يجب أن ننظر إلى العلاقات الثنائية في إطار أوسع، وهذا الحي ينظر إليه كمكونات. المكونات هل تكون تستقر، يكون عندها استقرار، أكون داخل المكونات تعاون بين دول وشعوب هذه المكونات، ثم التكامل بين الأربع مكونات للحي. هذا الحي حيكون جزء مش أفريقيا، بل إنما يكون جزء من الشرق الأوسط. الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، أهميتها الاستراتيجية لا تنكر. عمليات الاستراتيجية، عندنا ممر مائي دولي، عندنا منطقة فيها موارد عالمية، عندنا قدرات وطاقات موجودة. شعوب هذه المنطقة لها مسؤوليات خاصة بأن تكون جزء لتكامل أو شراكة أوسع. حتى الشراكة السعودية الأفريقية في إطار التحولات الدولية يجب أن تطلع أفريقيا من هذا التهميش، ومن ثم تستفيد مواردها ويكون مساهماتها في التحول الاقتصادي العالمي. الآن نحن نتكلم عن كثير من الاضطرابات عالميا، وكثير من الناس يتحدثوا عن انتقال ومفترق الطريق، ونحن داخلين في نظام عالمي جديد وكثير من الأمور. يعني هذه أمور على حالها نقدر نقول إنه ما يعمل، ما نعمله هنا في إطار ثنائي بين المملكة وإريتريا وبين المملكة والحي، أو في إطار الحي والحي كجزء أساسي واستراتيجي يربط أفريقيا والشرق الأوسط، أهميته تكون خاصة. في هذا الإطار دائما نقول نحن معلش هذه أهداف واستراتيجيات كبيرة جدا، تحتاج إلى وقت، إلى زمن، إلى موارد، إلى آليات لتنفيذ خطط بعينها، لكن نبدأ ثنائيا بين إريتريا والمملكة. جغرافيا، فرص إقليمية دولية، علاقات تاريخية، وتكامل طبيعي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. بس نحن يجب أن نحدد علاقات تجارية كيف وبتوصلها، ما هي المنتجات والبضائع اللي نتبادلها، مثلا كفاءات وقدرات وإمكانيات، كيف يمكن التعاون في هذا المجال. استثمارات بشكل أوسع، يكون في هناك شراكة في استثمار في قطاعات بعينها وصناعات بعينها. تحديد القطاعات اللي نشترك فيها تكون جزء أساسي من البرنامج المشترك للشراكة والتنمية. أيضا يكون في هناك استثمارات خارج المنطقة وداخل المنطقة، بين ما عندنا من قدرات في إريتريا وهنا في المملكة. التعاون الاقتصادي بشكله العام، الاقتصاد يحتاج إلى بناء أو وضع أرضية صلبة ومناخ ملائم للتنمية. مع كل ذلك يحتاج أيضا يكون في هناك استقرار من خلال تكامل في مجالات أمنية، مجالات استقرار. مسألة تحتاج إلى تعاون. المنطقة تحتاج إلى استقرار قبل التنمية. كيف يمكن يكون في تعاون بين المملكة وإريتريا، المساهمة بقدراتهم وإمكانياتهم متواضعة غير متواضعة لتأمين المناخ لتنمية المنطقة ونسميها حي. وهذا أيضا يحتاج إلى معالجات للمشاكل والاضطرابات اللي عندنا في الحي. كم من مشاكل موجودة في الحي، 1 2 3 نسميها مو معروفة للكل. إن لم تستقر كل المكونات لهذا الحي لا يمكن أن الحديث عن التنمية. أنا أقول شراكتنا الاستراتيجية مع المملكة تأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، وفي إرادة وجدية الآن. الحديث مع ولي العهد، الحديث مع المسؤولين هنا ويركز على هذا الموضوع. هذه قضايا مش قضايا جديدة مطروحة على الطاولة حتى نتناقش فيها، بل إنما نبني على المفاهيم أو ثوابت التعاون في خلق مناخ ملائم على مستوى الحي، على مستوى المكونات، ثم علاقات ثنائية تقدر تساهم في الأهداف الاستراتيجية في المستقبل.
بالتأكيد، وما يفصل المملكة عن إريتريا هو هذا الممر الحيوي الهام اللي هو البحر الأحمر. أمن واستقرار وسلام البحر الأحمر وحماية سيادته واستغلال ثرواته هو أحد الموضوعات التي تم تناولها خلال هذه الزيارة بالتأكيد. هل تحدثنا حول رؤية إريتريا للتنسيق مع دول حوض البحر الأحمر في هذا الجانب؟ واحد نظر في هذا الموضوع في الإطار اللي ذكرته مثلا. المكونات الأربعة للحي عندها خصوصيات. حوض النيل يضم عدد من الدول. هذه الدول يجب أن تكون عندها أهداف استراتيجية مطروحة، ويكون في اتفاق حول دول هذا المكون حتى تشيد مشاريع للتنمية، لتطوير موارد. كثير من التحديات موجودة تحتاج إلى تعاون في هذه البلدان. نتكلم عن قرن أفريقيا بنفس المستوى. نجي في البحر الأحمر، هذا الموضوع مطروح من زمان، لكن النظريات لا تكفي. نحن يمكن قبل سنوات طرحنا تصورنا، وتصور مش تصور خاص بإريتريا ولا تصور جديد للعملية. التصور يعتمد على الواقع اللي موجود. يعتمد أولا حتى إذا كان حنكون آلية للتعاون بين هذه الدول. إذا نتحدث عن أمن هذا الممر المائي الدولي، هذا الأمن ممر مائي دولي يحتاج أن يكون آمن، يكون في استقرار. هذا ممر مائي دولي مش خاص بدول المطلة على البحر الأحمر، بل إنما المغزى يتجاوز هذا الشيء. بداية كمرحلة أولى والأساسية، كل الدول في المطلة على البحر الأحمر يجب أن تكون عندها قدرات لتأمين مياه، أجواء، وأرض سيادي لكل. السيادة لهذه الدول يجب أن تؤمن من خلال قدرات سيادية، مش تدخلات خارجية ولا أي إمكان يجي يكون بديل للدور اللي ممكن تلعبه الدول السيادية هذه اللي في المطلة على البحر الأحمر. معناها قدرات في كل المجالات، قدرات أمنية وقدرات عسكرية، غيرها من قدرات تكون موجودة. كل بلد مسؤوليته تكون حماية المياه والأجواء والشواطئ. هذا شيء الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى للتعاون. ثم ندخل في التعاون بين دول المطلة على البحر الأحمر. كل الدول المطلة على البحر الأحمر تكون عندها خطة أو استراتيجية أو أهداف تحققها: محاربة الإرهاب وتجارة البشر وتجارة غير قانونية وغيرها من الأمور تكون موجودة. إذن لتأمين الأهداف المحددة بين الأطراف، وهذا شيء طبيعي. ما هي الآلية اللي تكون موجودة؟ يجب أن تكون في آلية، يكون في تعاون عسكري، تكون تعاون أمني، تعاون في أكثر من مجال، حتى تهيئة المناخ لهذا الممر المائي الدولي. وكل الدول المطلة على البحر الأحمر عندها مسؤوليتها في هذا الجانب، ولا حد حيجي يكون أكبر من الآخر، أو كمان يكون في علاقات غير متكافئة، بل إنما يكون في تكامل لإعطاء معنى. كل بلد على حدة، كل دولة ذات سيادة يكون عندها قدرات وإمكانيات واستراتيجيات سيادية، لكن في نهاية المطاف يجب أن تكون في أرضية للتعاون مبنية على مبادئ أساسية، ثم تعبئة موارد وخلق آلية فعالة لتقوية كل البلدان، ويكون عندها تأمين بشكل أفعال. طرحنا يمكن كاحتياط في كثير من دول عظمى إقليمية دولية تكون موجودة تدخل في هذا الأمر. التدخل غير مقبول.
يعني لا يمكن لأي دولة أن تسمح يكون في قاعدة لدولة عظمى من أي مكان. هذا راح يكون سبب لعدم الاستقرار وسبب لكثير من المشاكل تكون. إن أردنا أو إذا في ضرورة لإشراك قوة عالمية والبلدان كلها تكون مقتنعة أنه تضافر كل الجهود الإقليمية أو أن هذا المكون غير كافية بالتشاور. إذا في ضرورة نقول والله نحن نحتاج إلى تعاون مع دول خارج هذا البحر. هذا شيء يمكن مستبعد، مستحيل لم يكون مستبعد، لكن كمان هذا موضوع يطرح إن احتجنا إلى تدخلات أو أي تعاون من أي قوة عالمية، يجب أن يكون هذا بالتشاور بين دول المطلة على البحر. هذه الورقة تعتبر أساس لأي تعاون بين هذه الدول كمكون في إطار الحي. يجب أن تكون عندنا آلية. القضية ليست تفاهم في مبادئ واتفاق في المبادئ، اتفاق في المبادئ ما فيهوش جدل، لأنه قضايا سيادية في نهاية المطاف. كل بلد ذات سيادة يكون عنده حقوق ويكون عنده تصورات ووضعه محفوظ، لكن التعاون يأتي مع المغزى لأهمية هذا المكون في هذا الحي، لأنه هذا ممر مائي دولي. الدول المطلة على هذا البحر يجب أن تقوم بالواجب مفردة كدول، أو كمان يكون في هناك تعاون بين هذه الدول. فالبحر الأحمر هذا الحديث عنه أنا أقول كثير، لكن المطلوب في إطار أوسع والفهم للحي هو أجمل مكان نتكلم فيه، لأنه ما تتكلم عن مكون بحاله وكل عندك استراتيجيات، لكن تربط مكون بمكون آخر وكن عندك آفاق أوسع لفهم أهمية الشراكة اللي تكون بين هذه الدول. ومن هذا المنطلق دائما نقول هذا الحي مع المكونات بتاعه وأهمية البحر الأحمر والاستراتيجية اللي تدعى لهذه المسألة بالنسبة للمملكة والإريتريا فيها نكهة خاصة وخصوصية خاصة، وإريتريا والمملكة حتى على مستوى ثنائي في إطار هذا المكون، ويكون عندهم دور يتميز عن العلاقات اللي تكون، لأنه كل دولة ذات سيادة يكون عندها علاقات مع دولة مجاورة أو دولة في إطار الحي أو في إطار مكون واحد، لكن في نهاية المطاف الأهداف يجب أن تصب في الأهداف الاستراتيجية اللي تجمع كل هذه الدول في إطار الحي اللي سميناه. أيضا فخامة الرئيس، أجريتم خلال على هامش هذه القمة السعودية الأفريقية عدد كبير من اللقاءات مع رؤساء الدول الأفريقية، ومن أبرز هذه اللقاءات مع السودان، مع جمهورية مصر العربية، مع جنوب السودان. وبالتأكيد هذه الدول هي دول جارة للسودان، والسودان يمر بمرحلة عصيبة وأزمة سودانية، فبالتأكيد تمت مناقشة سبل حل هذه الأزمة. قضية السودان شوية يعني تحتاج إلى وقت، مزيد من الوقت، لأنه يعني الوقت ليش يعني تعقيداتها ومغزى هذا الاضطراب اللي موجود في السودان الآن يحتاج إلى تضافر كل الجهد، خاصة دول الجوار. آنيا نقول بعد تجربة 3-4 سنين نشوف إنه تعدد المنابر أصبح تحدي في حد ذاته. تناول قضية معينة وأسباب النزاع اللي موجود في السودان والحلول المستقبلية وغيرها من الأمور تحتاج إلى أرضية أو مناخ ملائم لتجاوز المحن اللي موجودة الآن. يعني مع كثير من الملاحظات حول تدخلات خارجية وأجندات خارجية لخلق مزيد من التعقيدات في داخل السودان، ثم ما بعد السودان لخلق مشاكل في الحي اللي سميته أو المنطقة، تحتاج إلى مبادرات جادة من دول الجوار
للأسف المبادرات أصبحت في حد ذاتها تحدي لهذه المشكلة. مبادرة إيجاد، مبادرة الاتحاد الأفريقي، مبادرة المملكة وأمريكا، مبادرات كثرت في هذه العملية. نحن يعني قبل تناول القضايا الحقيقية اللي تطرح للتفاوض أو للحل يجب أن يكون في منبر واحد. المنابر هذه أصبحت ذريعة سواء كانت لقوة داخلية ما عندها شيء تقدمه للحل، تحاول أن تستفيد من هذه التعددية للمنابر. الأجندات الخارجية أيضا تكون عندها فرصة للتدخل في شأن السوداني أو في شأن المنطقة من خلال المنابر المطروحة. إذن وجب أن تكون في هناك نظرية أو كمان فهم أن يكون عندنا منبر واحد. هذا لا يعني أنه إحنا ولا نهمش ولا نتجاهل المبادرات الموجودة، لكن يجب أن يكون عندنا منبر واحد. من هذا المنطلق مع أخواننا في مصر، مع أخواننا في المملكة، مع أخواننا في داخل السودان نتكلم في هذا الموضوع قبل تناول القضايا الأساسية والتحديات الأصلية في السودان. إذن ضمن المنابر أو المبادرات اللي موجودة نرى أنه أفضل مناخ هو دول الجوار أو المنبر اللي دعو إليه في القاهرة حتى يكون في دول الجوار. دول الجوار تقدر تساهم في الحل، أيضا لها مصلحة في أن تقدم شيء واستقرار السودان يهمها، لأنه تتأثر أو تؤثر في ما يجري في السودان. من هذا المنطلق المنبر الوحيد والمنبر المنطقي هو دول الجوار. في إطار هذا المفهوم كيف يمكن تأثير المبادرات اللي موجودة في مبادرة دول الجوار؟ المملكة ما كانت موجودة فيها، وهذا كان يمكن نقول نقص في العملية. المملكة جارة للسودان، كان بإمكان تساهم في هذه العملية. حصل ما حصل، لكن هذا لا يعني أن احنا نتجاهل الدور. يجب أن تشارك المملكة في المبادرة. هل في إمكانية؟ هل في استعداد؟ هل في أرضية لهذه العملية؟ هذا طبعا تباحث أو نتباحث مع شركائنا، نقول والله يجب أن نوسع هذه العملية حتى لو في تصور أو قناعة أنه نشرك الآخرين في إطار المفهوم للمنبر الواحد. إذا خلقنا الأرضية هذه فحينها تطرح ما يطرح في نهاية المطاف لأي منبر يكون مدخل لحل مشاكل السودان هو تهيئة المناخ وإعطاء فرصة للسودانيين حتى يحلوا مشاكلهم. التعدد اللي شايفينه والمشاكل اللي تتعقد كل يوم هي لعدة عوامل داخلية منها عوامل خارجية، لكن نحن نتجنب كل هذه العملية حتى المناخ يكون ملائم. دول الجوار أو هذا المنبر الواحد يقدم مقترح لتأمين مناخ ملائم للسودانيين حتى ينتقلوا من الحالة اللي فيها الآن. أقول وهذه الحالة هي يعني نتاج لتطور سياسي اقتصادي أمني دبلوماسي جيوسياسي في المنطقة هنا، وفراغ أدى إلى انتفاضة عفوية للشعب السوداني. السؤال الطارح نفسه هو لماذا الانتفاضة؟ الانتفاضة جاءت بشكل عفوي. ما هي الأهداف؟ ما هي الرغبة للشعب السوداني واللي خلته ينتفض ضد النظام اللي كان موجود معناها؟ يجب أن تحدد أهداف الشعب السوداني والمستقبل ما بعد هذا الحالة اللي فيها السودان الآن. يجب أن تكون في أرضية باعتبار أنه هذا نحن موجودين في مفترق الطريق. الانتقال إلى بر الأمان زي ما أقولوا يكون من خلال التهيئة اللي يتم عبر المنبر الواحد، ثم إشراك السودانيين لأن يختاروا مسيرهم ما بعد المرحلة الانتقالية. وأنا أقول هذا كان موضوع التشاور بيننا وبين الأخوة في مصر، مع أنه في عندنا قضايا أخرى في إطار الحي اللي سميته، لكن مع الوضع السوداني الآن السودان يصبح من الأولويات للمنطقة تجاوزه ومساهمة لإيجاد حل في هذه العملية. حتى الآن كل المبادرات ما أو أخفقت، لأنه
الوضع الداخلي غير ملائم وغير مناسب مع الحالة اللي موجودة، والتدخلات الخارجية أيضا أصبحت تساهم في تعقيد الاضطرابات اللي موجودة، وتطل في أمد الحل للقضية السودانية. وأي مساهمة كما أسلفت تكون مساهمة لتهيئة مناخ وإعطاء فرصة للشعب السوداني يختار المشكلة. بالتأكيد. كيف تنظر وتتابع إريتريا الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا في ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة، خاصة أنكم التقيتم بعدد من رؤساء دول غرب أفريقيا على هامش هذه القمة؟ وهذا الموضوع شائك شوية، لكن أنا كان عندنا موقف واضح في هذه العملية. القضية ليست انقلابات ضد حكومات مدنية أو حكومات ديمقراطية أو حكومات منتخبة. الحالة في إفريقيا لا يمكن أن نوصفها بأنه والله في حالة سياسية موجودة وفي انقلابات وتدان الانقلابات وتدخلات خارجية تأتي بذريعة أنه والله كانت في حكومات هناك وانقلاب غير مقبول وتكون في شرعية ما شرعية. أنا أقول كلام يعني قراءتنا للحالة الإفريقية على مراحل. الحالة اللي نحن موجودين فيها الآن هي تجاوزت مراحل. مثلا كان في استعمار قبل الستينيات، مثلا أفريقيا تجاوزت الاستعمار ودخلنا في استعمار جديد، وفي زمن الحرب الباردة كان في استعمار جديد بأشكال متعددة. وأفريقيا هذه بلد وبلد، حكومة وحكومة، مرينا بتجربة لأكثر من 4 عقود. جينا دخلنا في نظام عالمي جديد، قطب واحد ولا نظام عالمي واحد يكون فيه دولة عظمى تحكم في كل شيء. أنا أقول هذا كان مجرد عبودية جديدة، زي ما أقول مودرن سليفري. لو شوف الوضع في كل البلدان هذه اللي تحدث فيها انتفاضات الآن، هي حالتين أو حالة واحدة تتحكم فيها قوة استعمارية لموارد هذا البلد. شعوب هذه البلدان لا لها ولا من قريب ولا من بعيد مصلحة ولا التحكم في إمكانياتها الطبيعية. الحالة الاقتصادية في هذه البلدان رقم الموارد ورقم نهب الموارد من قبل قوة جديدة أصبحت تتعزم كل يوم. مستوى المعيشة للناس، اضطرابات وغيرها من الأمور أصبحت تعقد الحياة في هذه البلدان، بصرف النظر عن حكومات تأتي مجرد تعيين وكلاء لقوى الاستعمارية اللي تنهب موارد هذه البلدان. إلى متى يمكن تستمر هذه العملية؟ بعدة مواصفات، بعدة ذرائع يكون في هناك نهب لموارد هذه القارة، وهذا جزء من المشكلة الاستراتيجية، وهذا نتاج للمرحلة اللي مرينا بها. قلنا نحن تجاوزنا من الاستعمار الجديد، دخلنا في عبودية جديدة في إفريقيا. هذه البلدان بذرائع عدة، دولة استعمارية تأتي تحط حكومة وقول هذه ديمقراطية. يا أخي أنت تنهب موارد هذا البلد، الناس في مزاعة وفي في عدم الاستقرار. كيف يوصف هذا النظام وهذا الحكم حكم مدني يمثل الشعب؟ كلام من هذا كلام فارغ. عملية تحتاج إلى معالجات. الانتفاضات اللي نراها في أكثر من موقع في أفريقيا هي ناتجة عن هذه الحالة العبودية اللي موجودة في هذه البلدان. إذن يجب أن يكون في تضامن. الآباء المؤسسين اللي حرموا أو طمحوا في أنه أفريقيا هذه تتحرر من الاستعمار وتستفيد من مواردها، مستوى المعيشة لأي مواطن في أي بلد أفريقي يتحول إلى نعمة لما نتطور إلى وهذا شيء ما حصل. إخفاقات جابت هذه الحالة الصادمة في أفريقيا، تحتاج إلى معالجات. القضية ليست نيجير، مالي، بوركينا فاسو، غابون أو البلدان الأخرى. أفريقيا هذه يجب أن تخرج من هذا الاستعمار من نوع جديد، أنا أسميه عبودية. عشان كده
التضامن بين دول أفريقيا وشعوب أفريقيا مسألة أساسية، وخاصة مع الحالة اللي نحن ننظر لقدام يكون في هناك نظام عالمي جديد. ما هو النظام العالمي الجديد المطلوب؟ أفريقيا هذه اللي بين قارات تعتبر أكثر تهميشا، يجب أن يكون لها دور أن تحرر نفسها من هذه العبودية وتدخل إلى علم أو نظام عالمي جديد. نظام عالمي جديد قد يكون فيه ملامح، قد تكون فيه شيء، لكن إذا فرضنا أن احنا في مفترق الطريق يجب أن ننتقل إلى نظام عالمي جديد يعطي شعوب أفريقيا هذه حرية في التحكم في مواردها، تطوير مواردها، وتغيير نمط الحياة في هذه القارة اللي فيها اليوم 1.2 مليار نسمة اللي حيزداد وينفجر مع الزمن. يجب أن تهيئ المناخ من خلال تحرير كل هذه البلدان. إذن المسيرة غير منتهية، لا زلنا نحن في مسيرة تحرير، ويجب أن نفهم التحولات اللي تحدث في عدة مناطق في أفريقيا من هذا المنظار، وهذا هو الواقع اللي موجود. إذن يكون في تعاون، تضامن، تضافر، جهود كل هذه الشعوب من خلال برنامج واضح. برنامج واضح هو تحرير أفريقيا من العبودية. نعم. شكرا لك فخامة الرئيس على إتاحة هذه الفرصة. مشاهدينا، كنا معكم في هذا اللقاء مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي إثر ختام زيارة العمل التي قام بها للمملكة العربية السعودية والمشاركة في القمة الأفريقية. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.